السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي بيفوز على نادي سموحة بصعوبة. حلقة نارية النهاردة بعد مباراة النادي الأهلي وسموحة. النادي الأهلي بيفوز بصعوبة ويستمر لغز يسترب مع النادي الأهلي. يسترب ما كانش كده خالص قبل بطولة دوري الأمم الأفريقية مع منتخب مصر. دوري الأمم الأفريقية اللي كانت في المغرب، البطولة دي اللي تحس إنها دمرت كرة يسترب، ما تعرفش إيه اللي حصل. يسترب قبل البطولة دي حاجة وبعد البطولة دي حاجة تانية خالص. يسترب بقى عنده استحياء في الكرة الهجومية. يسترب ما بقاش يقدم كره هجوميه زي احنا ما كلنا عارفين، لا يسترب تحس ان هو بقى يتراجع زياده عن اللزوم. بتحس ان انت بتشوف اخر موسم لكولر بتشوفه مع يسترب. يسترب بقى بيدافع بطريقه عبيطه، احنا مش عارفين ليه. يعني انت الدنيا كانت ماشيه معاك قبل بطوله دوري الامم الافريقيه مع منتخب مصر، لا دلوقتي النادي الاهلي بقى بيقدم كوره. يعني مش عايز اقول لك ان هو بيقدم كوره اصلا، النادي الاهلي ما بقاش يقدم كوره، لا النادي الاهلي ما فيش كوره انت بتتفرج عليها. انت بتفوز، تحس ان انت بتفوز باداء فردي من اللعيبه، تحس ان انت بتفوز باداء من يوسف بالعمري مثلا، اللاعب الحريف حرفيا هنجيله بعدين قدام. لكن لا يسترب بقى عنده كره دفاعيه رهيبه. انا مش عارف ازاي انا جايب مدرب هجومي والدنيا كانت ماشيه معاك حلو، وانت مدرب هجومي كنت بتمسك اي فريق تسكع اربع او خمسه. بعد سموحه انت فايز عليه بالعافيه باللعيبه اللي عندك شوف انت عندك خط وسط يا جماعه، افضل خط وسط في افريقيا. قالوا ديانج، مروان عطيه، محمد علي بن رمضان، امام عاشور. يعني عندك خط وسط يرعب اي فرقه، ومش عارف يعني فايز على سموحه بالعافيه. انا مش عارف ايه اللغز اللي بقى عندي يسترب حاليا. نخش بعد كده يا باشا على الصفقه الجديده للنادي الاهلي، وهادي رياض. هادي رياض بيحصل على تقييم اعلى لاعب في مباراه النهارده، يحصل على تقييم 7.7 من 10 في مباراه النهارده. هادي رياض يا جماعه لاعب مدافع راسي فعلا. مدافع اول ما نزل متعك، مش محتاج وقت بقى يا عم عشان مثلا ان انا انزل واثبت نفسي للجمهور، مش محتاج المباراه دي لا استنى المباراه الجايه، لا لا، لاعب نزل ثبت نفسه حرفيا. اول ما نزل ثبت نفسه لجمهور النادي الاهلي، ومش ثبت نفسه بكلام كده، لا لا، ثبت نفسه. انت شفته والمواقع كلها قايله لك ان هو افضل لاعب في مباراه النهارده. مروان عطيه خد ماشي افضل لاعب في مباراه النهارده، لكن حسب كل المواقع، ومش حسب كل المواقع، لا ده فاز بست التحامات من ست التحامات، يعني ما خسرش اي التحام في المباراه. لا لاعب بيلعب كره على الارض هاديه، وان شاء الله تكون هي صفقه الموسم واللاعب اللي يعوض رحيل محمد عبد المنعم. لحد دلوقتي مش لاقيين بديل لمحمد عبد المنعم. نيجي بعد كده ليوسف بالعمري. يوسف بالعمري اللاعب اللي هو يا جماعه بيفرق معاك. شفت مهاره اللاعب اللي يفرق معاك؟ انا لاعب جاي يا باشا حريف، مش محتاج اقعد دكه، لا يا باشا انا جيت لك الكوره جات لي من مروان عطيه، لميت اللاعب على طول، شط الكوره رجعت دخل مروان عثمان شاطها. هو ده اللاعب السوبر اللي يفرق معاك. واللاعب عامه في الالتحامات، تحس كده في الالتحامات في الهجمات المرتده يجري بسرعه يقطع الكوره ويرجع يعمل معاك الهجمه. لاعب سريع، لاعب ممتع يا جدع، لاعب ممتع يا جدع. يوسف بالعمري لاعب ممتع، ما تهزرش بقى، اقسم بالله لاعب ممتع. انا دي يا اخي تسلم العين اللي جابتك، تسلم العين اللي جابت يوسف بالعمري النادي الاهلي. لاعب حريف حرفيا يا جدع، ما كناش شايفين اللاعب ده من سنه ونص. ده بص في مثل بيقول لك اصبر تنول، هو ده المثل حرفيا، ان احنا صبرنا على كوكا سنه ونص. وكوكا مش هنلومه يعني، صبرنا على كوكا، صبرنا على كريم الدبيس برضو كان عندنا ما سدش في المركز ده، جبنا محمد شكري ما سدش في المركز ده، جبنا يحيى عطيه الله ما سدش في المركز ده. اول ما جبنا يوسف بالعمري من ربع ساعه بس اثبت لك ان هو يستحق يلعب في المباراه دي. اول مباراه لعب مباراه كانت جيده في الربع ساعه، الثاني مباراه عمل احسن، يعني هو كان احسن لاعب بعد امام عاشور. امام عاشور اعطى له رجل المباراه، حركه جامده من امام عاشور وحركه كويسه. ثالث مباراه اللي هي النهارده هو سبب من اسباب الفوز، السبب الرئيسي من اسباب الفوز، مفيش اخطاء خالص. فيا رب يكون اللاعب ده هو بديل علي معلول الحقيقي. زهقنا بقى الصراحه من كلمه بديل علي معلول، فجالنا على طول لاعب زي يوسف بالعمري يعوض لنا بديل علي معلول يا جدع. لاعب هو ده اللاعب الممتع. نخش بعد كده على لاعب زي امام عاشور. امام عاشور عمل مباراه كويسه، لكن امام عاشور ما تقدرش تلومه لان امام عاشور لعب في مركز الجناح الايسر. امام عاشور لعب في مركز الجناح الايسر. هتقول لي لعب في مركز الجناح الايسر ازاي؟ هو لعب في مركز الجناح الايسر. محمد علي بن رمضان لعب في مركز الخط وسط مهاجم. طب ليه محمد علي بن رمضان لعب في خط وسط المهاجم؟ لان انت دلوقتي الجناح الايسر عندك يعني المفروض يعني اشرف بن شرقي لعب في مركز الجناح الايمن، امام عاشور لعب في مركز الجناح الايسر. في مركز المهاجم لعب معانا مروان عثمان اوتاكا. امام عاشور النادي الاهلي كان متاثر ان هو بيلعب في مركز الجناح الايسر. هتقول لي طب ليه؟ لان امام عاشور لما بيلعب في مركز خط وسط المهاجم بيقدر يربط اللعب ما بين خط الدفاع وخط الهجوم. محمد علي بن رمضان ما بيعرفش يعملها، ايوه محمد علي بن رمضان ما بيعرفش يعملها زي امام عاشور. امام عاشور لاعب يعرف يستلم الكوره ووش وظهره للمرمى، يقدر يلف بسرعه ويعمل معاك هجمه مرتده سريعه في اقرب وقت يعني بص محمد علي بن رمضان بيبقى بينه وبين امام عاشور ما فيش متر، لما بيديها لامام عاشور على طول ما يهموش. فامام عاشور لاعب ممتاز مع النادي الاهلي، بيفرق مع النادي الاهلي، لاعب سوبر ستار مع النادي الاهلي. فيا رب يفوق لنفسه الفتره الجايه.
مروان عطيه يا باشا بياخد راجل المباراه، طبعا قدم مباراه كبيره، لكن اليو ديانج والجمله اللي بقينا نشوفها كتير من اليو ديانج، اليو ديانج بقى يسلم الكره ويتقدم على مركز الجناح. اول ما اشرف بن شرقي في مركز الجناح الايمن بيخش لمنطقه الجزاء، بتلاقي مكانه اليو ديانج دخل واقتحم مركز الجناح الايسر، الكره تشيله، يعرض الكره زي ما عرضها لامام عاشور ولعبها براسه والمرمى فاضي وضاعت. هي دي الجمله اللي بقت تتكرر كتير مع اليو ديانج في النادي الاهلي. فاليو ديانج عمل برده مباراه ممتازه مع النادي الاهلي. نروح بعد كده لكاموش، وكاموش يعني تحس ان هو لاعب انت جبته عشان ينزل يجري في الملعب. تحس يا جماعه ان اللعيبه بتاع انجولا كلهم كده، مفيش حد فيهم نجح في الدوري المصري تقريبا. اللعيبه بتاع انجولا كلهم سيئين يا جدع. انت لو بصيت على لاعب نادي الزمالك الانجولي شيكو بنزا هتلاقيه مستاهل افيد مع نادي الزمالك اكتر من المهاجم اللي احنا جايبينه ده. مهاجم ميت حرفيا. انا ما اعرفش ازاي اداره النادي الاهلي جابته يا جماعه، ازاي اداره السكاوتنج جابت لاعب زي كده؟ لا، لاعب سيء سيء حرفيا. فاللاعب ده مش مناسب للنادي الاهلي. يا ريت يا جدع كنا كملنا بجريديشار، والله لو نعرف كده لكنا ضغطنا على الاداره وخليناها تكمل بنفس جريديشار افضل منه 100 مره. لحد هنا تكون خلصت حلقتنا عشان ما اطولش عليك. حلقه يا رب تكون امتعتك، الحلقه يا رب تكون عجبتك، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك. صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنساش تدعو اخواتنا في فلسطين والسودان لعل الله يزيح الغمه. السلام عليكم.